استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء اليوم الثلاثاء بالرباط الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما في زيارة مفاجئة تحمل في طياتها دلالات سياسية عميقة في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة. ويترأس زوما حاليا حزب رمح الأمة الذي صعد مؤخرا ليحتل المرتبة الثالثة في البرلمان الجنوب إفريقي بعد انتخابات شكلت نقطة تحول في المشهد السياسي هناك. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مواقف لافتة للحزب أبرزها دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو موقف يصطدم مباشرة مع التوجه التاريخي للحزب الحاكم المؤتمر الوطني الإفريقي المؤيد لجبهة البوليساريو الانفصالية. وكان حزب زوما قد أصدر وثيقة رسمية قبل أسابيع عبر فيها عن دعمه للمبادرة المغربية، واصفا إياها بالحل الواقعي والجاد لإنهاء النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود. هذا الموقف غير المسبوق داخل الساحة السياسية الجنوب إفريقية أحدث شرخا واضحا في جبهة الدعم التقليدية للبوليساريو، والتي طالما اعتبرت جنوب إفريقيا أبرز أعمدتها إلى جانب الجزائر. ورغم غياب زوما عن المشهد التنفيذي فإن حضوره السياسي لا يزال قويا باعتباره أحد الوجوه التاريخية البارزة في البلاد. ومن هذا المنطلق تكتسي زيارته إلى الرباط أهمية رمزية كبيرة، خصوصا أن جنوب إفريقيا لطالما كانت من أبرز الداعمين لجبهة البوليساريو في المحافل الإفريقية والدولية، متسلحة بإرثها النضالي ضد نظام الفصل العنصري لتبرير دعمها لسردية الاستعمار في الصحراء التي تتبناها الجزائر وتروج لها دبلوماسيا وإعلاميا. وتأتي هذه التحركات في سياق إقليمي يشهد انحسارا تدريجيا في الدعم التقليدي للبوليساريو مع تغيرات ملحوظة في مواقف عدد من الدول الإفريقية مثل كينيا وغانا، إلى جانب الموقف البريطاني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وتقرأ زيارة زوما على أنها رسالة غير مباشرة إلى الجزائر التي تعتبر جنوب إفريقيا حليفا استراتيجيا في معركتها الدبلوماسية، كما يرجح أن تشكل هذه الزيارة بداية لمسار جديد من إعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية الجنوب إفريقية في ظل تراجع نفوذ الحزب الحاكم وظهور قوى سياسية معارضة من بينها حزب زوما كلاعب محتمل في تشكيل ملامح الحكم في المرحلة المقبلة وربما حتى رئاسة البلاد.